اسهل واسرع طريقه لعمل الكشري المصري في حله واحده. اول حاجه هنعملها هنحمر الشعريه في حله كبيره زي دي ونقلبها باستمرار عشان مفيش حته تاخد اللون وحته لا. نقلبها باستمرار لغايه لما تبدا ان هي تاخد معانا اللون المحمر الحلو ده باستمرار كده. طبعا احنا بنقلب على طول. ما شاء الله ما شاء الله خدت اللون المحمر الحلو ده كلها لون واحد، يعني مفيش حته حمراء وحته لسه فاتحه، لا هي ما شاء الله واخده اللون المحمر الحلو ده. بعد كده طبعا احنا غسلين الرز هنضيف عليها الرز. طبعا ما ننساش، وطبعا لازم نقلب الرز في الشعريه ونخلطهم في بعض كويس عشان الشعريه لو متقلبتش على طول هتبقى ماسكه كده، تبقى كتل كبيره كده تحت والرز يبقى من غير شعريه. ونفتفت حلو نفس الطريقه دي. اول حاجه الاول وطبعا احنا قلبنا كده كويس خلاص نكون غاسلين كويس العدس بجبه اللي هو الاصفر ده احمر بني لونه بني، نكون نعينه حلو ونقوم حاطينه برده كاتبينه على الرز اللي احنا قلبناه بشعريه. طبعا فضينا العدس اللي هو بجبه اللي هو بقشره نقلب كده كويس لغايه لما يخش مع بعض في الشعريه والرز، ان انت تحس ان هما خلاص بقوا حاجه واحده، مفيش حته فيها كميه دي اكبر من الكميه دي، يعني هنا عدس شعريه رز وكل حاجه نفس الكميه. قلبنا كويس خدت تقليبه حلوه كده. هنضيف المكرونه ونقلب اي بقى مكرونه، المكرونه بقى المكرونه الصغيره دي، وبعد كده برضو هنضيف المكرونه الزكيت اللي هي الطويله ونقلب كويس. واهم حاجه توصلوا لتحت ان مفيش حاجه تبقى تحت، كله زي بعض، تحت زي فوق زي كله زي بعض. طبعا احنا مش حاطين لا بهارات ولا حاطين اي حاجه من انواع البهارات، ان احنا هنعمل التخديله او الصلصه اللي بتتحط على الكشري يبقى لها كل البهارات بتاعتها. بعد الخطوات دي كلها هنضيف الميه لغايه لما نغطي الرز خالص بالميه والمكرونه والشعريه وكله. كميه الميه حوالي عقله ونص صابع، يعني ايه عشان برضو ما يبقاش ماسك نفسه خالص بعد ما يستوي، لا يبقى نسبه سوا حلو. اللي هنحط بس في المرحله دي بس الملح، غير كده مش هنحط حاجه. الملح بكميه زي ما تحبوا كل واحد حسب طلبه، وبعد كده هنغطي بقى عليه لغايه ما يستوي. مش هنقلبه على طول، هنسيبه لغايه ما يشرب الميه وينشف ونيجي نهدي بقى عليه شويه نقوم مقلبينه كله يستوى نفس الاستوى بتاعه وبس. وبعد ما يخلص ان شاء الله اصوره ستوري وابقى انزله.